باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا النهارده بنعمه ربنا بنشكر ربنا على انه تاني مره بنعمل احتفال كنيستنا القديسه مريم المصريه بميفيدا التجمع الخامس. السنه اللي فاتت كان عنوان الاحتفال المحبه عشان نبني كنيستنا بالمحبه، وده كان اول احتفال. السنه دي بنكمل مع ثمره تانية من ثمار الروح القدس وبنقول السلام. فاحنا السنه دي بنتكلم عن السلام. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. الحقيقة الوعظة النهاردة كانت كلها وكل الحفلة عن السلام اللي المسيح اداهولنا بميلاده، واحنا كلنا فرحانين بالحفلة دي. كانت جميلة جدا، والكورال كله التراتيل كانت عن السلام. النهارده في احتفال الكريسماس كان الكواير حلو قوي بتاع الاطفال بتاع كنيسه ماريا المصريه، وكمان بتاع كنيسه الملاك ميخائيل بشيراتون كانوا جاست كواير. وكلمه ابونا النهارده كانت عن السلام في الظروف الصعبه، ان احنا ما نستناش السلام لما الدنيا تبقى مروقه حوالينا، بس ازاي يبقى عندنا سلام مع الله وسلام من جوانا رغم الظروف ورغم التحديات ورغم كل الضغوطات بتاعت الحياه. النهاردة يوم حلو لأن النهاردة بنحتفل بيسوع، بميلاد يسوع. ميلاد يسوع هو رمز للسلام حتى بعد 2000 سنة، لكن دايما ميلاد يسوع هو رمز السلام. لو احنا النهاردة بنتكلم عن السلام، فالكنيسة دي فعلا اتعملت بالسلام وبالمحبة كبيرة قوي. قدس أبونا كان ليه دور كبير جدا ان هو يجمعنا قبل ما تتبني وقبل ما تعملها. نقدر نقول ان الكنيسة دي اتعملت قبل ما الكنيسة تتبني نفسها، قبل ما المبنى نفسه يخلص ويتعمل. النهارده كان يوم كله محبة وسلام. حتى كلام أبونا كان الكلمة بتاعته كانت كده. كان يوم كله احنا بنتقابل فيه يعني اللي بقى لنا كتير ما شفناش بعضينا. احنا عموما دايما مع بعضينا، بس كان يوم اكنه فاميلي كاملة مع بعضيها. فكان كله محبة فعلا. بنسيل كل اللي تعب في اليوم ده. كان يوم جميل ونتمنى ان هو يكرر تاني كتير. هلو كل سنة وانتم طيبين. عايزة أقول للكنيسة كلها وشعب كنيسة ميفيدا كل سنة وانتم طيبين. كلكم عيد ميلاد سعيد مجيد علينا كلنا. أنا عايزة أشكر ربنا نمبر 1 على اليوم الجميل قوي ده. بشكره على الكنيسة الحقيقة اللي اتحولت بقت أحلى من الحلم اللي احنا حلمناه. بشكر ربنا على كل عطاياه وكل الشعب الجميل. بشكر أبونا اللي ادانا ثقة وادانا ترتيب وتنظيم جميل وادانا فرحة وادانا عيلة حلوة. بركة صلوات قداسة البابا تشملنا، وشفاعة العذراء مريم، وصوم التجسد، صوم الميلاد نحتفل دايما بيه كل سنة، وحتى الأجيال اللي جاية هي اللي تكمل. وربنا دايما يبارك كنيسته ويملاها من نعمته بالمحبة والسلام والفرح والمجد الله دائما أبديا أمين.